نسوي الأضلاع البقرية في البيت أسهل طريقة بالفرن. عندي هنا قطعة ضلوع بقرية، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. حطيت تحتها قصدير وورق زبدة عشان لما تبلها أغطيها كمان بورق زبدة وقصدير. راح أضيف عليها سائل تدخين، طبعا إذا ما عندكم عادي جدا استغنوا عنه، بس أنا شريته بصراحة وقلت لازم أجربه. خلاص نخليها 10 دقايق بسائل التدخين وننتقل للبهارات. سكر بني، ملح، بابريكا، بودرة ثوم، فلفل أسود بس يكون طازة، وميكس البهارات مع بعض. بقلب الضلوع وبتبلها من الخلف لما أغطيها بالكامل بالتتبيلة، بعدين أقلبها. خلاص أهم شيء غطيناها تماما بالتتبيلة، نغطيها بورق الزبدة وفوقها القصدير. خلاص نقفل عليهم بشكل جيد. صينية فرن يفضل فيها شبك عشان نحط موية تحت، عشان هذه الموية تعطيني بخار وتحافظ على رطوبة اللحم. نحط فوقها اللحم وعلى الفرن. الفرن عندي شغال من تحت على درجة حرارة 180. حطيتها بالفرن وتقريبا حتاخد مني 4 ساعات، بقول لكم بعد الفيديو ايش صار عليها. شوفوا معاي ما شاء الله هذه بعد مرور 3 ساعات ونص بالفرن. شوفوا العظم كيف ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله، يا سلام يا سلام. ما شاء الله يا سلام.